فيلمنا بيبتدي مع لولي وهي بتفتح لنا قلبها وبتحكي لنا حكايتها، وبتقول إنها أخيرا قدرت تلمس حلمها بإيديها وبقت طبيبة، وبترجع بذاكرتها لأيام الطفولة لما المدرسين كانوا بيسألوا الأطفال في الفصل عن أحلامهم. وقتها لولي ردت بكل ثقة وقالت إنها عايزة تطلع جراحة، وده عشان تداوي وجع الناس وتخلي أهلها فخورين بيها. وفي اللحظة دي واحدة من زميلاتها تريقت عليها وقالت لها إن والدها متوفي أصلا ووالدتها مجرد طباخة بتعمل أكل للفقراء. لكن لولي ما اهتمتش بكلام أي حد من اللي حواليها، وبالرغم من كل لحظات الإحباط اللي حست بيها إلا إنها كافحت واجتهدت لحد ما حققت حلمها فعلا. وبتبدأ الحكاية مع لولي وهي رايحة حفلة صاخبة مع حبيبها دييجو، وكان دييجو بيحاول يكلمها في موضوع في غاية الأهمية، بس لولي كانت في قمة سعادتها وعايزة تحتفل بدخولها الكلية، فكانت طول الوقت بترقص وتغني ومنطلقة. بعدها طلبت أكل وما كانتش مدية أي اهتمام لدييجو اللي كان مستنيها تهدى وتركز معاه عشان يتكلموا. ولما دييجو زهق من تجاهلها قطع رغيها وقالها